الخوف من الوحدة من أكتر المشاعر اللي ممكن تتحكم في حياة الإنسان من غير ما ياخد باله، لأنه مش مجرد خوف من إنك تقعد لوحدك، لأ، ده خوف أعمق بكتير. خوف من الفراغ، من الغياب، من إنك تحس إن مفيش حد باقي، مفيش حد شايفك، مفيش حد ممكن يحبك لو سبت الشخص اللي في حياتك، حتى لو الشخص ده بيكسرك. وعلشان كده ناس كتير جدا بتفضل في علاقات مؤذية، مش لأنها سعيدة، لكن لأنها مرعوبة. مرعوبة من فكرة الرحيل أكتر من الألم نفسه، مرعوبة من البداية الجديدة، من المجهول، من السؤال اللي بيطاردهم: ولو مشيت هلاقي مين؟ والمؤلم فعلا إن الإنسان ساعات بيتعود على الوجع لدرجة إنه يشوفه أأمن من التغيير، يبقى بيتأذي كل يوم، بيتجرح، بيتقلل منه، بيتخان، بيتساب وقت احتياجه، ومع ذلك يفضل متمسك، مش حبا لكن خوفا، لأن العقل ساعات بيقنعنا إن وجود شخص مؤذي أحسن من عدم وجود حد. فنفضل نقول لنفسنا أكيد هيتغير، مش كل حاجة وحشة، على الأقل موجود، أهو أحسن من الوحدة، ونعيش بنبرر وجعنا بدل ما نعترف إننا خايفين. الخوف من الوحدة ممكن يخليك تقبل بحد ناقص، باهتمام متقطع، بعلاقة كلها شك وتعب واستنزاف، بس لأنك مش قادر تتخيل نفسك لوحدك. وهي دي المشكلة، إن بعض الناس بتربط قيمتها بوجود حد في حياتها، كأن وجود شريك حتى لو مؤذي أحسن من مواجهة نفسك، مع إن الحقيقة إن أسوأ أنواع الوحدة مش إنك تكون لوحدك، أسوأ وحدة هي إنك تكون مع شخص بيخليك تحس إنك وحيد، إنك تحكي ومفيش حد بيسمع، تزعل ومفيش احتواء، تتعب ومفيش سند، تكون موجود بكل مشاعرك وكأنك مش متشاف. ساعات كتير الخوف ده بيكون جذوره قديمة، يمكن شخص اتربى على حرمان، أو اتعود إن الحب لازم يكون صعب، أو اتكسر قبل كده فبقى شايف إن أي وجود حتى لو مؤلم أفضل من الفقد. ويمكن بسبب قلة الثقة بالنفس فيبدأ يصدق إنه مش هيلاقي أفضل من ده، وإن دي فرصته الوحيدة، وإنه لازم يتمسك مهما حصل. وهنا الإنسان بيبدأ يبيع نفسه بالتدريج، يتنازل عن كرامته، عن راحته، عن احتياجاته، بس عشان ما يبقاش لوحده. لكن الحقيقة اللي ناس كتير بتكتشفها متأخر، إن البقاء في علاقة بتستنزفك مش بينقذك من الوحدة، ده بيعمقها، لأنك بدل ما تواجه ألم مؤقت وتتعافى، بتعيش ألم بشكل يومي بيستهلك روحك. كل يوم جزء منك بيطفي، كل يوم ثقتك بنفسك بتقل، كل يوم بتبعد عن حقيقتك أكتر، لحد ما توصل لمرحلة تبقى مش عارف نفسك أصلا. ساعتها بتكون خسرت أكتر بكتير من مجرد علاقة، بتكون خسرت نفسك. الوحدة مش دايما عقاب، أحيانا بتكون فرصة، فرصة إنك ترجع لنفسك، تفهم ليه كنت خايف، ليه قبلت بالقليل، ليه فضلت في مكان بيكسرك. فرصة تتعلم إن وجودك لوحدك أفضل من وجودك في علاقة بتخليك تتمنى الهروب، لأن السلام النفسي مش في إن حد يكون جنبك، السلام الحقيقي في مين الشخص اللي جنبك، وهل وجوده بيضيف لك ولا بيستهلكك. لازم تعرف إن مش كل نهاية خسارة، أحيانا النهاية نجاة، وإنك تسيب شخص مؤذي مش معناه إنك فشلت، معناه إنك أخيرا اخترت نفسك، اخترت كرامتك، راحتك، صحتك النفسية. لأن الحب الحقيقي عمره ما كان سجن، عمره ما كان خوف، عمره ما كان تمسك ناتج عن رعب من الرحيل. الحب الحقيقي أمان، راحة، وضوح، شعور إنك مع الشخص الصح مش لأنك خايف تفضل لوحدك، لكن لأن وجوده فعلا جميل. اسأل نفسك بصدق: أنا مكمل عشان بحب ولا عشان بخاف؟ لأن في فرق كبير بين قلب بيختار وقلب بيهرب. ولو يوم اكتشفت إن خوفك هو اللي ماسكك، افتكر إن الوحدة اللي بتخاف منها ممكن تكون بداية شفاك، وممكن تكون أول مرة في حياتك تتنفس فيها من غير ألم، أول مرة تنام من غير قلق، أول مرة تحس إنك مش مضطر تتنازل عشان حد يفضل معاك.
اوعى تخلي خوفك من الوحدة يخليك تعيش عمر كامل في علاقة بتكسر روحك، لأن الوحدة المؤقتة أرحم بكتير من علاقة بتطفيك كل يوم. وأحيانا أكتر خطوة مرعبة هي نفسها أول خطوة ناحية حريتك. يمكن تخاف تمشي، لكن اللي يستحق الخوف فعلا إنك تفضل في مكان بينهيك بس لإنك مش قادر تواجه المجهول، لإن الحقيقة إنك مش بتضيع لما تبعد عن اللي بيأذيك، أنت غالبا لأول مرة بتلاقي نفسك.